الهند بلد مختلف عن أي بلد تاني، مليانة تنوع غريب ما بين ثقافات ولغات وتقاليد، وده بسبب عدد سكانها اللي أكتر من مليار شخص. الهند فيها كل حاجة تخطر على بالك، ديانات زي الهندوسية والبوذية والإسلام، تاريخ عريق وجغرافيا مش طبيعية. يعني ممكن تشوف هناك جبال الهيمالايا العالية وفي نفس الوقت شواطئ كيلا الاستوائية. الهند مساحتها حوالي 3 مليون كيلومتر مربع، وده بيخليها سابع أكبر دولة في العالم. ومن الآخر كده زيارة الهند مش مجرد سياحة، دي تجربة عمرك ما هتنساها. بتشوف فيها حاجات تخليك تتأمل وتفكر في الحياة بشكل مختلف. الهند تاريخها من أقدم وأغنى التواريخ اللي ممكن تقرأ عنها أو تسمع عنها. حضارة وادي سند كانت موجودة هناك من أكتر من 5000 سنة، ودي كانت واحدة من أقدم الحضارات على وجه الأرض. بعد كده جت العصور الفيدية اللي ظهرت فيها الديانات زي الهندوسية والبوذية والجينية. الهند مرت على إمبراطوريات كتير زي المورين وغبوتا والمغول، واللي سابوا بصمة كبيرة جدا خصوصا في العمار، زي تاج محل مثلا. لما انجلترا احتلت الهند في القرن ال 18 نهبوا خيراتها، لكن الشعب ما استسلمش وفضل يناضل لحد ما استقل سنة 1947 بفضل ناس زي غاندي. تاريخ الهند فعلا زي الكنز، مليان قصص وحكايات بتعلمك كتير عن الصبر والقوة. الهند مفيش زيها في جمال الطبيعة. لو بتحب الجبال هتلاقي جبال الهيمالايا أعلى سلسلة جبال في العالم، مكان يحبس الأنفاس. ولو بتحب الاسترخاء شواطئ جوكيري هتاخدك في عالم تاني بمياه صافية ورمال ناعمة. ولو بتحب المغامرة الصحراء الذهبية في راجستان هتكون واجهة مثالية ليك، تركب فيها الجمال وتشوف فيها القصور القديمة. ده غير الغابات اللي بتعيش فيها حيوانات نادرة جدا زي النمر البنغالي. الهند عبارة عن مزيج عجيب ما بين الطبيعة بكل أشكالها، وكل مكان هناك ليه طابع خاص ومميز يخليك تحس أكنك في فيلم من أفلام الخيال العلمي. الثقافة الهندية بحر كبير مليان حاجات ما ينفعش تحصرها في أسطورة قليلة. الهند معروفة بمهرجاناتها الملونة زي هولي اللي الناس فيها بتحتفل بالألوان والفرحة، وديولي اللي هو عيد الأنوار اللي بيمثل الخير اللي انتصر على الشر. اللبس الهندي زي الساري والدوتي مش مجرد لبس عادي، ده بيحكي تاريخ طويل وثقافة عريقة. الأكل الهندي حكاياته دي لوحدها، معروف بالتوابل اللي بتخليه مميز جدا. غير كده الهند فيها رقصات تقليدية زي الكافاكا اللي بيعبروا عن أساطير وحكايات قديمة بطريقة فنية. الهند بشكل بسيط مش مجرد بلد، دي حالة ثقافية عايشة من آلاف السنين. الهند مشهورة ببعض العادات اللي ممكن تكون غريبة جدا بالنسبة لأي حد من بره. في بعض القرى الأهالي بيرموا الأطفال من ارتفاع عالي كجزء من الطقوس وبيقولوا إنها بتجيب الحظ. في أماكن تانية التعابين بيعبدوها وبيعملوا ليها مهرجانات خاصة. وفي عادة اسمها ساتي كانت بتطلب من الأرامل إنها تحرق نفسها مع جثة جوزها، بس طبعا بقت ممنوعة دلوقتي. حتى طريقة الأكل بالإيدين عندهم عادة قديمة جدا وبتعبر عن احترامهم للطبيعة والطعام. الهند دايما بتفاجئ الناس بتقاليدها اللي تخليك تفكر في الفرق ما بين الثقافات. الهند بالليل بتتحول لعالم مختلف تماما. في المدن الكبيرة زي مومباي الشوارع ما بتنامش، هتلاقي الناس بتاكل بتتكلم بتضحك لحد الصبح. دهالي برضو فيها أسواق ليلية ومطاعم شغالة على طول. ولو بتحب الحفلات جواتها هي المكان المثالي ليك، بشواطئها والحفلات اللي ما بتوقفش. أما في القرى الصغيرة بالحياة الليلية هادية جدا ومريحة للأعصاب. الهند بلد بتقدر تعيش فيها أي نوع من أنواع الحياة، سواء كنت بتحب الهدوء أو الصخب. الهند عندهم قوانين غريبة شوية بس كلها بتعبر عن ثقافتهم وتاريخهم. مثلا في ولايات كتير ذبح الأبقار ممنوع لأنها مقدسة عند الهندوس. النمور البنغالية محمية وصيدها بيعاقب عليه القانون. في مناطق معينة للمشروبات الكحولية وفيها ممنوع تماما. كمان لازم تاخد تصريح لو هتصور فيلم في مكان مقدس. الهند بتحاول تحافظ على تقاليدها وتراثها بكل الطرق، حتى لو بالقانون. الهند دلوقتي خامس أكبر اقتصاد في العالم، وده إنجاز كبير جدا بالنسبة لبلد كانت مستعمرة لحد قريب. التكنولوجيا هناك بتتطور بشكل سريع، والهند بقت واحدة من أهم الدول في تصدير البرمجيات. الزراعة برضو لسه كجزء كبير من الاقتصاد، وكتير من السكان الريف بيعتمدوا عليها. بس الفرق ما بين الأغنياء والفقراء كبير جدا، خاصة في المدن الكبيرة. رغم كده التعليم والصحة بيتحسنوا مع الوقت، والهند بقت واجهة للاستثمار العالمي. الهند فيها مدن من كوكب تاني، كل مدينة ليها شخصية، خاصة مومباي مدينة الأحلام واللي معروفة بناطحات السحاب والسينما الهندية وبوليوود. ده هي اللي بتجمع ما بين التاريخ والحداثة، وفيها أماكن زي القلعة الحمراء وجامع المسجد. إغراء موطن تاج محل اللي هو واحد من عجائب الدنيا السبعة. جيبور أو المدينة الوردية معروفة بالقصور والأسواق. أما كريلا فهي جنة استوائية بشواطئها وقنواتها المائية. كل مدينة في الهند بتحكي قصة مختلفة.
وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واستنونا في فيديو جديد. شكرا لكم.